السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمل من قناة طبختك مع أمل. اليوم راح أسوي لكم الفول المدمس بطريقتين، بالطريقة الشامية طبعا. من ألذ أنواع الفول. بس خليني أذكركم قبل ما أبدأ، لا تنسوا الاشتراك في قناتي، ولا تنسوا اللايكات، ولا تنسوا تدعموني. ويلا خلينا نشوف المقادير مع بعض. عندي هنا علبتين من هذا المعلب، او اذا حابين فول، عندكم فول يعني حب ناشف، تنقعوه تسلقوه، او تستخدموا من المعلبات هذه. انا اخذت علبتين، صفيتها من المويه وغسلتها كويس، وحضيف لها نص كوب مويه وححطها على النار عشان يسخن. طيب عندي هنا طماطم، حبتين طماطم فرمتها. عندي هنا حزمه بقدونس فرمتها ناعم، وعندي فلفل للتزيين. بالنسبه للصوص حق الفول، عندي هنا ملعقة صغيرة كمون، وعندي هنا نص ملعقة صغيرة فلفل أسود أو ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. وعندي هنا شايفين هذه الكاسة اللي هي صايرة وسط، لا كبيرة ولا صغيرة، نصها هحط زيت زيتون. وعندي هنا عصير حبتين ليمون، وإذا احتجتوا أكثر أو حابينه حامض أكثر ضيفوا ليمون أكثر. وهنا هاخد تقريبا علبة لبن زبادي، يعني تقريبا علبة اللبن الزبادي 3 ملاعق كبيرة مليانة لبن زبادي. وهاخد ملعقتين من الطحينة السائل. وطبعا عندي الملح. الحين بوريكم انا الطريقتين. الطريقه الاولى طبعا زي ما قلت لكم، الفول هقسمه نصين، للفول اللي باللبن والطحينه والفول العادي. الحين بحطه على النار وبرجع لكم. اهم شيء في الموضوع نسيناه الثوم. عندي هنا 5 فصوص ثوم، هطحنها كويس، هفرمها كويس. الحين هنا بنسوي الخلطه حقت الفول. هاخد ملعقه صغيره من الثوم. الثوم لذيذ مع الفول هذا. هذه ملعقة صغيرة، وحنضيف ملعقة صغيرة من الكمون، وحنضيف نص ملعقة فلفل أو أقل شوية، ربع ملعقة فلفل أسود. وحنضيف عصير الليمون. طبعا أنا هضيف نص عصير الليمون، يعني تقريبا حبة ليمون. وحضيف ربع الكاسة زيت زيتون. هذه الخلطة حطوا لها شوية رشة ملح، خلطوها كويس. هذه بالنسبة للخلطة الأولى حقت الفول، اللي هو الفول المدمس. صارت عندي الخلطة حقتنا جاهزة. الحين نجي بالنسبة للخلطة الثانية. الخلطة الثانية هحط اللبن هنا. هنا حطينا اللبن، الحين بحط عليه الثوم، وبحط عليه الليمون، وبحط ملعقتين طحينة، وبحط لها شوية كمون. حطيت ملعقتين الطحينة طبعا، بحط شوية كمون لا تكثروا. وبحط فلفل أسود، رشة فلفل أسود، وبحط الملح. وهنا نحركها كويس، وتكون عندي الخلطة الثانية جاهزة. بنحط لها شوية زيت زيتون، أو إذا تحبوا تضيفوا الزيت بالآخر. صارت عندي الخلطتين جاهزة، هذه خلطة وهذه خلطة. هذا الفول المدمس باللبن، وهذا الفول المدمس العادي. والحين ننتظر الفول. هنا أول ما بدأ يسخن الفول اهرسوه شوية، مو كل الفول، يعني كذا أقل من الربع، بس عشان تتقل المرقة حقته ما تصير خفيفة. خلاص الحين حوزع الفول في الصحنين بالتساوي. هنا الحين طريقة التقديم. الحين الفول الأول نضيف له الخلطة هذه، بس نرجع نخلطها شوية، نتأكد من الملح والليمون وكل شيء تمام. الحين نضيفها على الفول. يا سلام. الحين هنا الخلطة جاهزة. هنحط الحين البقدونس
كثروا لها طبعا بقدونس، كل ما كثرتوا كل ما كان أحلى. والله لو تشموا الريحة شيء خرافي 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 خرافي. الفول السوري الصراحة ما في ألذ منه، يعني مهما أجرب أنواع فول الصراحة زي الفول السوري ما في. زي ما قلت لكم كثر لها بقدونس، ونحط لها الطماطم، وإذا تحطوا بصل تقدروا تحطوا كمان بصل. وهذا الصحن الأول صار جاهز. كثروا لها طماطم والخضرة، يعني الطماطم والبقدونس. هذا صحننا الأول جاهز. نيجي للصحن الثاني. الصحن الثاني نضيف له خلطة اللبن. طبعا لا تنسوا في النهاية تضيفوا زيت الزيتون. هذا نضيف له خلطة اللبن الحين. حابين تخلطوها معاه، حابين تتركوها على الوجه زي ما تحبوا. هذا الفول الثاني صار جاهز. نفس الحكاية كمان نزينه بالبقدونس. كثروا بقدونس يا جماعة. ونحط الطماطم. ويا سلام على أحلى صحنين فول. أتمنى أنكم تجربوها، وانتظروني بالفيديو الثاني. هعمل لكم بيض لذيذ كمان للفطور ينفع. الصحنين جاهزة. تحبوا تحطوا لها شوية زيت زيتون كمان، نحط شوية زيت زيتون. وصارت كده عندي الصحنين جاهزة. أتمنى أنكم تجربوها. من ألذ، والله من ألذ أنواع الفول اللي ممكن تذوقوه. وكده تكون طبختنا خلصت. أتمنى أنكم تجربوها، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي، لا تنسوا اللايكات، ولا تنسوا تدعموني، ويعطيكم ألف عافية.